القصة اللي أكلمك عنها النهاردة ديت هي قصة حقيقية لشاب سعودي حدثت من 25 سنة. القصة دي بتحكي إن إزاي الشاب ده اتظلم وإزاي شاف عقاب اللي ظالم ده بعينه في حياته. قصة حقيقية حدثت بالفعل، اسمعها للآخر وصل كده على سيدنا الحبيب واسمع يا سيدي. شاب من مدينة ينبع في السعودية، الشاب ده كان حالته المادية صعبة جدا، كان عنده عربية كده اللي احنا بنقول عليها عربية نص نقل، كانت متخصصة في نقل المواشي. فالشاب عشان ايه الحالة المادية بقت ضيقة معاه خالص، عمل اعلان على احدى وسائل التواصل الاجتماعي ان هو شاب وعنده العربية ديت ومستعد ان هو ينقل المواشي لأي مدينة في السعودية وكذا وكذا واسعار مش عارف ايه والاعلانات اللي احنا بنشوفها. وفعلا حط رقم تليفونه في الاعلان، عشان بعد شويه بيتصل بيه واحد من الرياض بيقول له ان انا شفت الاعلان بتاعك وعندي غنم في ينبع عندك عايزك تجيبها لي الرياض. قال له ابشر ان شاء الله. قال له هتاخد كام؟ قال له والله المسافه من ينبع للرياض مسافه كبيره حوالي 1000 كيلو، فانا هاخد 1000 ريال. الراجل قال له ما فيش مشكله، 1000 ريال وهزيدك عليهم. خد بقى رقم التليفون بتاع الراجل اللي عنده الغنم، روح هات الغنم منه وهاتهم للرياض. قال له ابشر ان شاء الله. بيقول الشاب فعلا رحت جبت الغنم واتصلت بالراجل اللي عنده الغنم ورحت حملت الغنم وروحت، وبعد اذان الفجر صليت الفجر وتوكلت على الله، ركبت عربيتي واتجهت للرياض عشان اودي للراجل ده الغنم. ووصلت حوالي المغرب، بيقول وصلت قرب اذان المغرب كده عشان اوصل الاقي بيت كبير اشبه بالقصر، قصر كبير قوي. اسال ناس كده واقفه قدامه هو ده بيت فلان الفلاني؟ قالوا له اه ده القصر بتاعه. قصر بسم الله ما شاء الله. لقيت بقى ناس طالعه وناس داخله، قلت مية مية الواحد بقى هيتعشى، انا كده ضمنت العشاء. وفعلا يا سيدي القصر ده جنبه ساحه كده اشبه بالحوش. رحت وندهت على الراجل، اتصلت عليه عشان يطلع لي بنفسه واقول له انا اللي جبت لك الغنم. يقول لي خلاص ما شاء الله، روح مع العمال ونزلهم في الحوش واستناني. ورحت نزلت الغنم مع العمال في الحوش استنى ساعة، الراجل ما طلعش. الجو برد وانا في نفس الوقت جعان جدا، فعشان الجو برد رحت استنيت في العربية ساعتين ثلاثة لحد الساعة 12 بالليل. الراجل ما جاليش ولا ادالي حقي ولا ادالي فلوسي، لحد ما خلاص القصر بيبانه بدأت تتقفل والناس ما عادتش بتدخل، كل الناس مشت. انا قلت الراجل نساني ولا ايه؟ وانا اللي كنت حاطط في دماغي بقى ان هو هيعشيني وهبيت في الاستراحة ديت لحد بكرة واتوكل على الله ارجع لينبع. ما فيش اي حاجة من ده حصل، ده حتى ما طلعش ادالي حقي. انا قلت ما بديهاش بقى اما اروح واخبط عليه. وفعلا خبطت عشان يطلع لي بنفسه. اول ما شافني لقيته بيقول لي هو انت لسه هنا؟ قلت له ربنا يحفظك انا لسه هنا، انت ما اديتليش حقي. فين ال1000 ريال بتاع حق الحموله اللي انا جبتها لك؟ قال لي 1000 ريال؟ مين اللي قال 1000 ريال؟ قال له احنا متفقين على 1000 ريال. قال له لا 1000 ريال كتير قوي، هم 100 ريال تاخدهم. قلت له 100 ريال؟ انت بتتكلم جد؟ هاجي من ينبع للرياض ب 100 ريال؟ 100 ريال ازاي؟ قال له خلاص ما فيش الا ال 100 ريال، وقام قافل الباب في وشي حتى ما اداهليش. المهم رحت والبرد ازداد عليا والجوع ازداد عليا، كنت منهمك جدا وتعبان جدا وجعان جدا. طب انا هعمل ايه؟ ده انا سالف الجاز اللي انا ممون به العربيه، سالف فلوسه، ما معيش خالص. طب هعمل ايه؟ اي حاجه سد بها جوع، انا هموت من الجوع حرفيا. المهم قلت ما بديهاش، رحت خبطت عليه تاني عشان يطلع لي برضه ويقول لي برضه خير. قلت له هات ال 100 ريال، هات ال 100 ريال يا اخي وخلاص. قال له لا هم 50 ريال. بقول انا استغربت، قلت له 50 ريال؟ يا اخي اتقي الله، يا اخي انت بتاكل عرق، اتقي الله. قال له اتقي الله، وقام قافل الباب في وشي وقال لي كمان مالكش ال 50 ريال. انا بصراحه ما كنتش عارف اعمل ايه، اروح فين واجي منين وانا جعان مش قادر اتحرك ومش قادر اعمل اي حاجه. خدت عربيتي ورحت كده قرب بنزينه كده، وانتوا عارفين البنزينه بيبقى فيها ناس شغاله وناس داخله وناس طالعه، واتظاهرت ان انا خلاص بقع ودايخ عشان فعلا اول ما يشوفوني كده يجروا عليا ويجيبوا لي الاسعاف واروح المستشفى، يعملوا لي كشوفات ومش عارف ايه. لحد ما واحد ممرض جه مسكت ايده وقلت له يا اخي انا والله ما فيا اي حاجه. قال لي امال انت مالك؟ قلت له انا جعان جدا بقاله اكتر من يوم كامل ما دقتش الزيت في بطني، جعان ومنهمك. قال لي طب انت ايه حكايتك وايه اللي حصل لك؟ حكيت له على الحكايه وقلت له حصل لي كذا وكذا وكذا. قال لي ابشر ان شاء الله، عشان الشاب الممرض ده ياخدني ويطلعني من المستشفى ويجيب لي اكل وياكلني ويدي لي 1200 ريال. قال له خد ال 1200 ريال دول خليهم في جيبك. قلت له والله هرجعهم لك. قال لي ابدا، ال 1200 دول خدهم لك
وانا مش عايزهم، انا مش عايزهم. بقيت مش عارف، خدت الفلوس وقعدت طول الطريق وانا راجع ينبع ادعى على الراجل ده وادعى ان هو ظلمني، وفي نفس الوقت ادعى للراجل والممرض اللي ساعدني وادالي فلوس. قعدت اقول يا سبحان الله بين البشر، الراجل ليه عنده 1000 ريال ما اداهم ليش ووصلت له حموله، والراجل التاني ده ادالي ال1200 ريال من غير ما يكون عنده ليا اي حاجه. قلت سبحان الله ورفعت ايدي وقعدت ادعي للممرض ده، وفي نفس الوقت ادعي بحرقه من كل قلبي على الراجل ده. رجعت ينبع وعدت الايام وعدت السنين، فات حوالي 6 سنين على الحادث ده، وبعدها كده اتوظفت واتجوزت وربنا سبحانه وتعالى رزقني من وسع وحالتي اتغيرت جدا. وفي يوم كان عندي شغل في الرياض، رحت خلصت الشغل اللي في الرياض، وقبل ما امشي حودت على مسجد عشان اصلي المغرب. وانا بصلي بيقف واحد بعد الصلاه بيقول يا جماعه ساعدوني لوجه الله، ساعدوني انا فلوسي راحت مني، عندي اسره وعندي عيال، يا جماعه اتقوا الله وساعدوني لوجه الله. انا اول ما بصيت استغربت، قعدت اطلع في الراجل وابص له اقول هو ولا مش هو؟ هو ايوه هو ده، انا فاكره وعمري ما هنساه ابدا. والراجل خلص الكلمتين اللي قالهم وطلع قاعد على باب الجامع عشان الناس وهي ماشيه تديله. فانا عشان اتاكد 100% ان هو، طلعت تليفونه وافتكرت ان انا معايا رقمه ورنيت عليه عشان الاقي تليفونه يرن، وقمت فاصل على طول. اتاكدت ان هو، قلت اتشفى فيه خلاص، ولكن استغفرت الله وقلت لا والله بعد ما ربنا اكرمني ومن عليا مش هتشفى في حد، بعد ما ربنا اكرمني ومن عليا وشفت عقاب ربنا سبحانه وتعالى وهو قاعد دلوقتي يشحت على باب جامع وكل حاجه راحت منه، رحت واتكلمت معاه وقلت له خير، ايه حكايتك، ايه اللي حصل لك؟ قال لي انا كان عندي قصر وكان عندي قصور وكان عندي فلوس كنت بلعب بها لعب، وفجاه كل حاجه راحت، دخلت في كذا صفقه خسرهم كلهم، وبعت القصر وبعت كل حاجه وبقيت على الحديده زي ما بيقولوا، ما عادش معايا ولا جنيه، وعندي عيال وعندي اسره وعايز اربيها. قلت له ابشر، هروح اجيب لك فلوس واجي. رحت عشان ادور على اي مكنه صرافه، اتاخرت عشان ادور على اي مكنه صرافه، ورحت سحبت له 1200 ريال. ولما جيت ارجع تاني، لما رجعت تاني تهت عن المسجد وتهت عن المكان، قعدت الف كتير لحد الساعه 12 بالليل، لحد ما لقيت المسجد وقلت اخيرا، ورحت لقيت الراجل لسه مستناني قدام باب المسجد. قلت يا سبحان الله، زي ما انا قعدت استناه عشان يدي لي حقي للساعه 12 بالليل، ربنا سبحانه وتعالى بيخليه هو يستناني لحد دلوقتي ولحد الساعه 12 بالليل عشان اشفق عليه وادي له حسنه. يا سبحان الله. ساعتها رحت وقلت له اعذرنا انا اتاخرت عليك، واديته الفلوس واديته ال 1200 ريال. وساعتها عرفت ان ربك ما بيتظلمش عنده حد ابدا، وساعتها عرفت ان ربنا سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين، واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. اوعى تحط في دماغك ان اللي ظلمك ده مش هياخد جزاؤه، ده حتما ولا بد هياخد جزاؤه، عشان ربنا سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وما بيحبش الظلم. الظلم ده لازم اللي ظلم يشوف عقاب ظلمه في الدنيا قبل الاخره، ولازم اللي اتظلم يشوف الظالم وهو بيتعاقب من ربنا سبحانه وتعالى. اوعى تظلموا حد، ادوا للناس حقوقهم، ادوا للي بيعرق عندك واللي بيشتغل عندك حقه وبزياده كمان، عشان والله الا اجره الاجير ده واجره العامل ده عقابها شديد قوي. واديك شفت قصه وحدثت بالفعل في السعوديه من 25 سنه، واشوفك في قصه جديده.